المفروض ده اخر موعد لكل الانديه في المواضيع الخاصه بالانتقالات والقيد. رضا سليم احنا كنا قلنا ان هو كان جاي له عرض من نهضة بركان وعرض من الوداد المغربي، وانضم للعروض ديت عرض ثالث من نادي القطر القطري، وغالبا 95% قبل حلول الموعد دوت اللي هو المفروض بعد 4 ايام هتكون صفقة رضا سليم تمت بانتقاله لنادي القطر القطري، لان اللاعب مرتبه بيتراوح من بين 750 و 800 الف دولار في الشهر. هل في نادي في مصر هيقدر يدفع الراتب ده للاعب؟ لا. هل نادي نهضة بركان او الوداد المغربي هيقدر يدفع الراتب ده للاعب؟ لا. مين اللي هيقدر يدفع المبلغ ده؟ هو النادي القطر القطري، وعشان كده انا بقول لكم 95% الصفقه هتتم في الاتجاه ده. وده رقم يعني كان اقل تقريبا من اللي كانت بتدفعه نفس النادي القطر القطري لبيرستاو السنه اللي فاتت، اقل منه. فعشان كده انا بقول لكم لما النادي القطر القطري دخل في المفاوضات مع النادي الاهلي على رضا سليم، فبقول لكم وانا كل ثقه وعلى يقين ان الصفقه هتتم في الاتجاه بتاع قطر.